تجهز نفسك ازاي قبل ما تسافر؟ السوق هناك مش محتاج فهلوة، السوق هناك محتاج جودة. في مثل بيقول المصري بيسلك في الحديد، ولو راح في اي حتة بيطلع احسن ما عنده. بس السؤال بقى، هل ده حقيقي؟ وهل هيسلك في الامارات او في دبي؟ الاجابة قطعا لا، مش في الامارات، لان البلد دي مش بتكافئ بالفهلوة. البلد دي مبنية على سيستم وجودة ودقة. لو متوفرين عندك هتبقى اشطر من اشطر حد هناك. لو رايح معتمد بس على الفهلوة صدقني مش هتنجح. لو ناوي تسافر الامارات لازم تفهم ان السوق هناك مش محتاج واحد يلم الدور، هو محتاج واحد يضيف قيمة بجد. فتجهز ازاي؟ مش بس بشنطة هدومك والباسبور وخلاص. عد معايا الحاجات اللي انت محتاج تجهز بيها عشان تضمن شغل لما تسافر. رقم واحد، CV محترم مكتوب كويس واضح منسق بدون كذب او افوره. ومش لازم تبقى مدير عشان تبان محترف، بس لازم تكون فاهم انت بتقدم ايه. رقم اتنين، انت محتاج حساب على لينكدين فعال، محتاج بايو واضح، صورة رسمية انت بتشتغل ايه ومين اللي اشتغلت معاه قبل كده. تابع الشركات اللي في الامارات وابعت رسائل حقيقية مش قص ولزق. نيجي بقى للجزء الاهم، وهو اللغة التانية عندك عاملة ايه؟ بتتكلم الاول كام لغة؟ بتكلم عربي وانجليزي. طب الانجليزي عامل معاك ايه؟ هيمشيك ولا انت 100 فل و14؟ بص، هو مش لازم تبقى من الناس اللي بتقول على الوتر ورر، بس لازم تبقى على الاقل تفهم وتتفهم. مش معقول او منطقي تبقى انت بتدور على شغل وعايز حد هو اللي يقعد يفهم الناس انت مين وبتعمل ايه. رابع حاجه واهم حاجه، لازم يكون معاك فلوس تكفيك على الاقل 3 شهور، تكفي مصاريفك هناك ومصاريف اللي انت مسؤول عنهم هنا. وما ينفعش تعتمد على اني انا هبقى اشوف هناك، لان الامارات بلد غاليه ومفيش حد هيشيلك، وكل درهم بتصرفه هناك محسوب عليك وممكن يرجعك بلدك لو انت مش جاهز. الحاجه الخامسه، انك تأهل نفسك نفسيا، يبقى في تعامل نفسي سليم. انت داخل على بلد جديدة، ثقافة مختلفة، قوانين صارمة، ووحدة في البدايات. خليك جاهز نفسيا تمشي لوحدك، تصرف لوحدك، تنجح لوحدك، وتعالج اخطائك لوحدك. اللي بينجح في الامارات مش الاذكى، اللي بينجح هو اللي جاهز، اللي جاي وهو فاهم السوق طالب ايه وهو يقدر يدي ايه. ما تروحش تسلك في حديد، اعمل اساس قوي قبل ما تطلع من هنا. في الحلقه الجايه انا هكلمك عن انواع الفيز، والحلقه اللي بعدها هقول لك تسافر بفيزا سياحه وتدور ولا تستنى عقد شغل من بلدك. علشان كده تابعني في اللي جاي.